السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم المشاهدين ديال سعد لايف فيما كنتو في هذا الفيديو جديد. الموضوع اللي غادي نطرق ليه اليوم كيتزامن مع الرياح القوية اللي عرفتها مجموعة من المدن المغربية طيلة هاد 48 ساعة اللي فاتت، واللي وصلت السرعة ديالها يعني في عدد من المناطق ل 100 كيلومتر، لدرجة بدينا كنشوفوا انه شحال من حاجة طايحة في الطرقات بحال البلاكا ديال لوطوروت، الشجر وحتى البارابولات اللي هي اكثر حاجه تقريبا موجوده يعني في المجمعات السكنيه وفي المباني المرتفعه، وكتكون هي اول حاجه يعني كتعرض لهذا النوع من الرياح ولا كيف ما كنسميوها حنايا بالشوطه، وكاين اللي تيقول لها العجاج. وحنا تنعرفوا يعني على انه اي ماده يعني كتكون متكونه من الحديد او لا تيكون عندها واحد الوزن اللي هو زائد، فبطبيعه الحال يعني في هذا النوع من الاجواء فممكن انها تشكل خطر على المرة اللي تيكونوا دايزين في الزنقه. داكشي علاش يعني خاصنا نعرفوا شنو هو السبب اللي تيخلي البارابول من واحد الوضعيه اللي كتكون ثابته يعني فوق السطح لواحد الوضعيه اللي كتخليه انه يطير في السماء ويطيح للارض، وبعض المرات كيطيح كيبقى في بلاصتو، واخا بعض المرات كيكونوا الناس دايرين عليه الشارج او لا تيكونوا دايرين ليه الفيسات. وكيفاش ممكن اننا نتجاوزوا هذا الامر هذا وما يعاودش يتكرر علينا؟ لانه هذه المسائل هذه فهي كتعتبر من بين المسؤوليات اللي خاصنا نحترموها، ماشي حنا غير كنركبوا واحد الطبسيل صافي تنغبروا عليه واحد 10 سنين 20 عام نهار كيطيح كنقولوا علاش طاح الطبسيل. يعني خاص الامر يكون مغيز وفي نفس الوقت تكون فيه واحد الروتين مره على الاقل في واحد العام ولا عامين. اول حاجه هي كاين اللي كيركب الطبسيل وما كيديرش ليه الشارج، اي انه مثلا كيحط هذيك السيبوره في الارض تيدير ليه هذوك لي تيرفون ولكن ما تيشارجيش عليها بالسيما والزيرو. كاين اللي غادي يعتقد على انه راه ملي تيزير هذوك الفيسات صافي راه الطبسيل راه ثابت، وهنا غادي نقول لك على انه الطبسيل ملي تيكون كبير نوعا ما يعني ملي كيوصل متر و10 متر و20 فكون على يقين على انه هذوك الفيسات اللي تبتي في الارض ملي غادا تجي شي رياح قويه فغادا تاثر على هذاك الطبسيل يعني بشكل اللي هو كبير، يعني غادا تولي كما كنقولوا داك التوجيه ديال الرياح غيتسلط عليه بشكل كبير، وبطبيعه الحال ملي غادي يتسلط عليه غيولي بحال الشكل ديال الباراشوت، يعني غادي يبدا يخلخل لينا هذيك السيبوره. وكل ما غادي يخلخل لينا هذيك السيبوره فمن طبيعي جدا على انه دوك الحفاري اللي درنا فيهم دوك الشوفيات فغادي يوسعوا وغادا تطيح الجعبه من بلاصتها منتقه بالشوفيات. علاش؟ لانه تنعرفوا على انه السطاح ماشي هو بحال الدار، السطاح هذيك البلاصه انت اللي درتي فيه هذاك البارابول وحفرتي ليه، هذيك البلاصه هي اصلا شابعه الشمس وشابعه ما يعني راشيه، يعني انت ملي كتهضر لي على هذيك المساله فكتهضر لي على واحد الطبقه اللي هي راشيه وفي اي لحظه يعني ممكن انها توسع وتقدر انها تبدا تدخل لك الماء للدار. المساله رقم جوج، كاين اللي تيشارجي على الطبسيل اولا كيشارجي على هذيك السيبوره وبلا ما يدير لا شوفيات لا تيرفون لا والو، وحنا كنعرفوا على انه انت ملي كتشارجي على واحد الحاجه في واحد البلاصه اللي كتكون ملسه ولا كتكون ملطه ولا كتكون ما منقياش فكون على يقين انه بحال درتي مثلا ديك الكوله ديال الماء لصقتي فيها التصويره على الكاغيط، يعني بكثره ما غادي تبدا تصب الشتا وبكثره ما غادي تكون الشمس كون على يقين انه هذاك الماء غادي يبدا يتسرب لينا يعني لتحت الارض، وملي غادي يتسرب لينا تحت ديال الارض اين فوا غادي تجي شي عجاجه بحال هذه غادي تنتج لينا هذيك الشارج اللي درنا وما حاولناش ان اولا نقيو هذيك البلاصه اللي هي كما كان الحال البلاصه ديال الارضيه، وما حاولناش اننا نقراطيوها شويه، وما حاولناش اننا نصيبوا الزيرو بواحد الطريقه اللي كتخليه انه يتفيكسا. اذا فهذه كتبقى من بين احسن الحلول باش اننا نتجاوزوا هذا المشكل مستقبلا. السبب رقم 3، هذيك الجعبه اولا السيبوره كترشا. كنعرفوا على انه السيبوره الى لقات الماء منين يدخل ليها ولا منين يدوز ليها فهذاك الماء كيبقى يتجمع فيها، يعني ما حد هو كيتجمع ما حد هذيك الجعبه كتبقى تتكال، او ملي كتكال راه كتولي بحال بيسكوي، يعني كدير لها غير هكا صافي كتطرطق من الوسط. داكشي علاش الانسان انه الا كان باغي يدير واحد الجعبه باغي يلصقها في الارض اول حاجه خصو يديرها ملي كيحاول يدير لها داك الشارج خاصو يسدها من جميع المنافذ ديالها، اي ما يخلي لها حتى شي بلاصه منين يتسرب ليها الماء لداخل، يعني هذه المساله خصك تكون واعي بها. وعلى الاقل دير واحد المره في العام وطلع وتشوف الى هذيك الجعبه بانت لك الصدات كلها تكالت حكها ودير ليها لونتيرويل ونساها عاوتاني. الا بانت لك تكالت وخليتيها عام على عام فالجعبه صافي راه كتكال كلها وما تيبقى فيها ما يتلبق، اي ريح غتجي فهي غادا تلوح لك الطبسيل كامل. الحاجه رقم 4، ملي تيكون عندنا الطبسيل القديم كنعرفوا انه الطبسيل القديم جوج الانواع فيه، كاين الطبسيل اللي تيكون غونفاليزي يعني تيكون كما كان الحال يعني مضاد للصداع او لا مضاد كما كنقولوا للميديتي ولا البروده ولا الشتاء ولا الماء، فالطبسيل كيبقى كما شريتيه النهار الاول واخا تيصدي تيبقى شاد في راسو. لكن كاين واحد النوعيه ديال الطباسل اللي لا علاقه، كنعرفوا ديك النوعيه اللي كنتو كتعقلوا عليها شحال هذه ديال كانت عاوتاني ديال
او ما شابه، هذيك النوعيه كان انفو تتصب الشتا كيبان لك الطبسيل كله تيتنفخ، وملي كيمشي الطبسيل حتى كيتنفخ صافي راه كيتقب وما كيبقاش صالح لينا في هذه الحاله. وبالتالي فكون على يقين انه الا كان عندك شي طبسيل قديم من هذه النوعيه هذه وما كنتيش كتعتني به او راد ليه البال، فكون على يقين انه غادي يتكال لك من الدراع اللي تيكون شاد الراس، غادي يتكال لك من هذه البلاصه هذه. علاش؟ حيت لانه كنخليو دائما واحد البلايص بحال القوادس كيبقاو محلولين، هذوك البلايص تيبقى كيدوز منهم الماء وكيبقى يتجمع لينا هنا تحت الدراع، حتى كيبقى هذاك الدراع يتجمع فيه كيتكال، كيجي شي ريح تيطيح الدراع وتيخلي الطبسيل. اولا بعض المرات هذوك لي سيبور اللي كيشدوا لينا الطبسيل مع الميكانيزم، فهذوك حتى هما الا بداو تيتكالوا لهم هذوك الفيسات ولا دوك الكروات، حتى هما من بعد ملي كيجي شي ريح كيطرطقوا تيطيح الطبسيل، كيطير ما كتعرفوا فين زاد، وتيبقى لك غير الدراع واقف بوحدو كيف ما كتشوفوا في هاد جوج ديال التصاور. وفي هاد الحاله هذه فانت نقدر نعذرك، يعني لو كان واقع لك هذا المشكل مع الطبسيل القديم فهذه كتكون واحد النسبه ديال 99% حاجه طبيعيه، وممكن انك تبدل غير الطبسيل يكون صغير وتفيكسيه مزيان، وراه ان شاء الله ما يوقعش هذا المشكل. وكنعرفوا على انه الوزن ديال الطبسيل كل ما تيكون كبير فهو تيكون اكثر عرضه انه يطرطق لنا من الوسط، سيرتو الا كان من نوعيه ديال البوليستير، وممكن انه يعني يقدر انه يتنتج من بلاصتو او يطرطق ويطيح، يعني الطبسيل اللي كيكون كبير. اما الا هضرنا على الطباسل اللي تتكون مشبكه، ولا الطبسيل مثلا اللي تيكون عنده واحد الفورمه ديالو اللي كتسمح انه البرد ما يحاولش انه ياثر عليه بنسبه كبيره، فهذاك الطبسيل بحال قلتي تيبقى كيلعب في بلاصتو، ولكن كما كان الحال ما عند البرد ما يدي فيه. يعني كما كان الحال الطبسيل الا كان كبير وما كانش راكب على سيبوره مزيانه وما كانش محطوط على الصح غادي يطيح، ولكن الا كان طبسيل كبير وكان واقف على الصح وكان محطوط كما كان الحال بديك المسافه اللي كتحترم، فاكيد راه ما يوقع حتى مشكل. لانه تلاحظ انه بعض الناس مثلا تيجيب السيبوره مثلا كيطولها بزاف، يعني كيدير السيبوره طويله وتيدير فيها طبسيل كبير، في هذه الحاله هذه راه داك الطبسيل راه غادي ياثر على السيبوره بحال الشجره، لانه كنعرفوا انه الشجره كل ما تيكون عندها الطول وكل ما تيكون عندها الجذوره كل ما كما كنقولوا كتمشي بواحد السرعه اللي هي كبيره، اي ان البرد كيبدا يدفعها بواحد السرعه اللي هي مضاعفه تقدر انها تنتجها يعني من الجدر ديالها لتحت. ماشي المساله ديال انه الجدر تيكون راشي ولا الجدر تيكون عيان او لا الشجره كتكون مسوسه ولا الشجره كما كنقولوا راشيه، ولكن راه السرعه ديال الرياح هي اللي كتخلي ان الشجره طيح. داكشي علاش كنقولوا انه كل ما ديك السيبوره ولا الجعبه كتكون طويله كل ما راه كتكون معرضه للتخلخيل بزاف الا ما كانش عندها قاعده صحيحه وما كانش السيبوره حتى هي شاده في راسها. وحاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كيشارجيو الجعب، انا شخصيا باش نكون معكم واضح، انا كنت كنطلع للسطوحه وكنت كنشوف الناس كيفاش كانوا كيشارجيو تدير ديك الجعبه كتلقاها كلها كتخلخل في بلاصتها. علاش؟ لان انت ملي كتشارجي السيمه هذيك السيمه كتشقق، كاين اللي تيكثر ليها الرمله كيديرها مسوسه، يعني انت ملي كتضرب واحد المده مثلا وهي فوق السطح هذيك البلاصه الفوقانيه يعني كتشقق، تما كتولي تتسرب لينا الماء لداخل حتى كيولي كما كنقولوا هذيك السيمه ما شاده لينا غير البرد. داكشي علاش دائما ملي كنديروا الشارج السيمه كنحاولوا اننا نكثروا السيمه ونديروا غير شويه الرمله، وكنحاولوا اننا نديروا الكياس، ماشي نديروا ديك السيمه اللي كتبان لينا بيضاء يعني تتبان لينا بياضه، لا كنديروا السيمه خصها تكون شويه اللون ديالها داكن، يعني داك اللي كتكون اللون ديالها داكن غير كون على يقين دير غير شويه ديال الشارج فيها، نساها امد الامديدي، خصوصا الا كنتي حاط عليها الحجر باش مكاليها، وخصوصا الا كنتي مفيكسي الطبسيل ديالك في الارض غادي تنساها. وانا شخصيا درتها مع طبسيل ديال متر 80 داير غير واحد شويه ديال الشارج وصبغت ديك السيبوره بلونتير ويل، الطبسيل ما طار ما وقع ليه حتى شي حاجه، راه بقى مفيكسي في بلاصتو. كاع الطباصل اللي درت لهم لونتير ويل واحد الجعبه عندها 20 عام لونتير ويل راه هي باقا كما كان الحال في بلاصتها وما وقع لها حتى شي مشكل. وكذلك بالنسبه للناس اللي تيديروا دوك الطباصل في وسط القعده ولا في وسط سطل ديال الصباغه ولا في وسط شي حاجه بحال هكا شي بانيو ولا شي سطل، فراه الطبسيل راه ما غاديش يركز ولا غادي يشتف لينا على العباين، راه الطبسيل راه خصو يتحط على الصح، لان هذيك العيبه انت اللي حاطه عليها غادي يولي البرد يبدا يزحف لك بها من بعد، يعني ملي غيطيح الطبسيل غيولي البرد يزحف به حتى يولي لا قدر الله طايح بالسطل ديالو الزنقه ويطيح على شي واحد. يعني هذه المساله هذه راه كتحمل انت المسؤوليه ديالها، هادشي راه ما معاش الضحك وما معاش اللعب، نحاولوا اننا نزيروا شويه القضيه. واخر حاجه فاللي ما طاحش ليه الطبسيل وغير دار من بلاصتو فهذاك غير كون هاني، انت راك ما زيرتيش البولونات وصافي، لانه انت من الطبسيل ملي كتزير وكتفيكسي وكتزيرو خصك ضروري تخلخلو من الجناب، الا خلخلتيه من الجناب وما تحركش وما تزعزعش صافي هبط في حالاتك راه الطبسيل ديالك راه راكب مزيان. وحاجه اخرى ما تنساوش اللي دار شي طبسيل جديد ولا اللي دار شي جعبه جديده
كما شرط الجعبه جديده غتحطها في الارض وتحاول انك دير ليها الشارج يكون مزيان. اي داك الشارج ماشي غنجيو نلبقوه ونلصقوه ونقولوا صافي راه تشدات، لا، خاص الشارج يكون شاد على الصح. ثاني حاجه الجعبه الا كانت مفتوحه من الفوق ديالها ولا السيبوره، نحاول انني نمشي عند شي سودور ونقول ليه دير لي ليها شي طولي يسدها ليا، اولا نسدها بشي بلاستيكه ولا بشي لعيبه ما نخليش الماء باش يدخل ليا لتحت وما يدخلش ليا حتى سميتو حتى البلافون ديال الدار. حاجه ثالثه، هذاك الدراع اللي تيكون ديال التبصيل راه كيكونوا معاه واحد جوج ديال البوشونات الاخوان. كنلاحظ انه بعض الناس ملي تيركبوا هذا النوع ديال الطباصل كيديروا كلشي كيجيو حتى لهذيك المساله اللي مرتبطه بدوك البوشونات وكيميكو. البوشونه كتكون وحده الفوق وكتكون وحده حدا الراس، علاش؟ باش انها كتمنع علينا اي تسرب الماء. وفي النهايه الانسان ما فيها باس انه يبدا يعود يفيريفي التبصيل ديالو، لانه داك التبصيل راه ديالك، راه تقريبا راه حاجه اللي انت كتملكها. يعني راه الا مشات تتسببات في شي مشكل راه انت اللي غتحمل المشاكل ديالها من بعد. وبالتالي عود مره طلع زيت نقي، بان لك شي صدى حيدو، بان لك شي بلاصه ما تصبغ. المهم باش انت ما تخسرش بزاف في الفلوس وفي نفس الوقت التبصيل ديالك غيكون ناضي. وتنعرفوا انه الطباصل القدام هما اللي غيكونوا اكثر عرضه للمشاكل. والا كان التبصيل قديم فايت واحد الحد راه صافي راه دوز الوقت ديالو، يعني بلا ما نبقاو نطمعوا فيه مازال نبداو نكاليو بالسلوكه ولا نكاليو بالسماطي ولا نكاليو بشي لعيبه باش انه يزيد يخلد معنا. صافي التبصيل عنده واحد المده كتاخذ تبصيل جديد كتركبو حتى هو تيدوز وقته، وهكذا ودواليك. واحسن نصيحه بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا غير في النيلسات ولا هوت بيرد استرا وكتو في الشمال، ما ديباسيوش 90 سنتيمتر، حيت الا ديباسيتو 90 سنتيمتر وانت السطح ماشي ديالك، فهاد الحاله هذه راه ممكن انه يعاود يطيح لك عاوتاني الا ما تصاوبش على الصح. تهلاو في ريوسكم.